بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معلش عشان صوتي بس متغير، تعبانة شوية. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا حمادة ابني قاعد مع واحد صاحبه بتاع خضار وفاكهة، لا عنده شوية الطماطم دول جابهم لي. طبعا أنا تعبانة وعاملة عملية في عيني، ادعولي بالشفاء يا رب، يشفينا ويشفي كل مريض ويعافيكم يا رب العالمين. مش قادرة لهم. فقلت كده ايه، اغسل على قد ما اقدر واجهزها، واما ايه رانيا مراته تنزل تبقى تقطعها بقى وتولع عليها وكده عشان نطبخها يعني، ونعملها زي ما انتوا ايه عارفين الطريقة بتاعتي. طبعا دي كلها هوديها فين؟ لو اتحطت في الفريزر حب كده هتسحب. هي فيها جامدة وفيها طرية، يعني فيها جامدة هنقودها نحطها في التلاجة للسلطة وكده، والطريقة طبعا كلها بقى هننقضها بقى، نغسلها غسيل حلو زي ما انتوا عارفين ونولع بقى عليها. طبعا انا لو حطيتها في الفريزر الحب كده مش هتنفع، ده هتزحم الدنيا. الفريزر ايه اللي هياخد دي؟ حط فيه ايه ولا ايه ولا ايه؟ لازم نسويها و... ونعبيها بقى في اكياس ونحطها في الفريزر. يعني ده كله لو استوى على البوتاجاز وكده هيتلموا في كيسة صغيرة كده، أكياس كده من بتاعة اللبن، ونكوبهم في كيسة كده ونسقطهم في الفريزر. تسحبي بقى وقت ما تعوزي تسحبي منهم للطبخ وكده. وهنملى بقى ايه، وعاية بلاستيك حلوة كده بغطاها ولا حاجة، ونحطها في التلاجة على الرف. ودي كله بقى هنملى الجردل بتاع هنملى درج التلاجة. معلش أنا مش مركزة. هنملى درج التلاجة والباقي بقى هنغسل وهنعمل اهوت، نشوف هنعمل ايه. يا رب اشفينا وعافينا واشفي كل مريض يا رب. معايا بقى هنا كده غسلت في الحوض ومليت الطبق مية، وحطيت كده بقى الطماطم اهي. بغسل تحت الحنفية كمان مش في الحوض، يعني أنا فاتحة الحنفية وبغسل الطماطم في إيدي وأحط في الطبق، والطبق ملان مية. نشوف بقى إيه هنعملها إزاي. عايزين بس السكينة الحامية كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتحها بقى كده. احنا طبعا غسلنا في الحوض اهوت، يعني أنا فاتحة المية كده وبغسل بإيدي كده، وبنحط بقى إيه الطرف أهي تحت المية الجارية كده، والطبق برضه ملان مية، لأن بيبقى فيها رمل بقى وما احناش عارفين إيه هي فيها إيه، ولا مين اللي مسكها ولا مين اللي عباها. هنولع بقى كده عليها النهارده تتعمل، مش عارفين بقى هنكملها معاكم ولا هنعمل ايه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي فيها جامدة وفيها طرية وفيها مخبوطة طبعا انتوا طبعا عارفين الطماطم اللي بتبقى تيجي شروة على بعضها دي. يعني الشوية دول بالصلاة على النبي تقول لي ب50 جنيه، هما بيقولوا له 60 جنيه، بس هو قال ايه اديتهم 50. هيكفوني مسافة عندي في الفريزر بقى. يعني بقول لقيتهم فرصة جايبين نقل الطماطم، فالطماطم ديت بقى اللي من الأقفاص بقى على بعضها، اللي اتخبطت واللي اتفقعت واللي مش عارفة ايه، فلموهم على جنب. فحمادة قال هاتوهم وانا هاخدهم. فهم طبعا 3 أكياس جزء فاص ومشنة كبيرة. قالوا له ايه القفص ب10 والمشنة ب10، المشنة ب20 والقفص ب20، يعني التلاتة ب60. فقال لهم لا انا هاخدهم على بعض ب50. فجابهم بقى ب50 بس بالصلاة على النبي. هنحط في الفريزر وهنكيس وهنهيص، واللي هيطلع التنظيف والكلام ده كله هيتحط للطيور ب50 جنيه. هيكفوني في الفريزر بقى مسافة، يعني ما شاء الله. الناس على قد ما هي قادرة توفر في الغلا دوت توفر. الحمد لله.
بصوا انا بقسم معاكم عشان بقى ايه ما اطولش عليكم، وانا هكمل الكمية ديت مع نفسي. ربنا يعيني بقى. نشوف كده بقى جهزنا الغدا بتاعنا وعملنا كمية الطماطم اهيت، بس لسه عندي برضو طماطم، عندي قفص اهوت هوريهولكم برضو اهو. لسه قلت بقى ايه بكره عشان انا مش قادره النهارده. كده ده الغدا بتاعنا اهوت، شوينا سمك وكمان برضو قلينا اهوت، والسلطه والرز وكده لغدانا، ودي كميه الطماطم اللي عملناها، ولسه الباقي هعمله باذن الله بكره بقى او بعده. هي يعني جامده وحلوه ما يجراش لها حاجه اهي. وبالله عليكم اللي يشوف الفيديو بتاعي يدعي لام عمر تعطر في قناتها يا رب، يوقف لها ولاد حلال وتلاقي القناه بتاعتها يا رب. اللي يعني يعرف يدلها على القناه بتاعتها او على على الباسبورت بتاع القناه يدلها عليها بالله عليكم، لان هي زعلانه خالص وتعبت وراحت للدكتور بسبب القناه بتاعتها اتقفلت وما هيش عارفه تعمل ايه. يلا ربنا يعطرها فيها يا رب وما تضيعش تعبها، وباذن الله اشوفكم في فيديو جديد ومع الف سلامه.